السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد لي أوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بتضلوا بخير على طول. وتعالوا اليوم نحضر سوا كيكة الباباروتي. هي عبارة عن كيكة كتير كتير هشة وبيجي فوقها طبقة من كريمة القهوة والقرفة، مزيج رائع من النكهات بأسهل طريقة وبطعم بينافس كيكات الكافيهات. صدقوني ريحة البيت عندكم كلها رح تصير قهوة من كيكة الباباروتي. بسرعة البرق رح ندخل على المطبخ ونبدأ بالتحضير، ما بدي شوقكم كتير، يلا منقول بسم الله ومنبدأ. أول شي رح حضر خليط الكيك. بوعاء رح ضيف حبتين بيض، وأكيد بنزل على البيض رشة الفانيليا، وكمان 3/4 الكوب سكر، وبخفق كتير منيح بمضرب الشبك اليدوي ليتغير لون الخليط ويدوب السكر تماما. وبعدين برجع بضيف علبة لبن زبادي، شايفين سعتها 170 جرام، وبرجع بخفق. هلأ الزبادي بيخلي الكيكة كتير خفيفة وهشة. وبوقف خفق وبضيف نص كوب زيت نباتي، وبرجع كمان بخفق ليختفي الزيت. وبالأخير رح ضيف كوب وربع دقيق أبيض منخول، وعليهن معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح كتير صغيرة، وبخفق ليختفي الدقيق تماما، وهيك بيكون خليط الكيك صار جاهز. وهلأ دهنت القالب بسمنة من كل الجوانب، طبعا فيكن تدهنوه بزيت أو بزبدة حسب انتو شو بتفضلوا. استخدمت هون القالب يلي بينفتح من على جنب وغلفته بقصدير من برا. صراحة أنا هيك أنواع من القوالب بفضل تغليفها قبل صب خليط الكيك جواتها. وهون استخدمت كمان القالب المقاس الصغير. بصب خليط الكيك بالقالب، وأكيد بدخله على فرن حامي على درجة حرارة 180 بالرف الوسط، وبشغل فقط السفل وما بنفتح عليه نهائي لينضج الكيك تماما. وأكيد ممكن تختبروا نضج الكيك بعود خشبي. هلأ بالوقت يلي الكيك فيه بالفرن خلونا نحضر كريمة القهوة. بوعاء رح ضيف 100 جرام زبدة لينة بحرارة المطبخ، رح نزل عليها حبتين بيض، وكمان أكيد رشة الفانيليا، ونص كوب سكر بودرة، وكمان كوب دقيق، ومعلقة صغيرة قرفة، ومعلقة كبيرة قهوة سريعة التحضير اللي هي النسكافيه. أنا هون عم بستخدم نسكافيه الجولد لأنها بتجي أقل مرورة من النسكافيه العادية اللي بيجي لونها غامق. بضيف لها معلقة كبيرة ماء، وبخلط كتير منيح لأتأكد إنه النسكافيه دابت تماماً. بنزله على باقي المكونات وبخفق بمضرب الشبك اليدوي ليصير الخليط كريمي وكل المكونات تندمج مع بعضها وتصير بهذا القوام الرائع. هلأ صار وقت نطالع الكيكة من الفرن، صارت جاهزة وأخدت هذا اللون الرائع. ما بفتح القالب وبطالعة، بتركها جوا القالب وبفرغ خليط كريمة القهوة بكيس حلواني. بقص الكيس من الأسفل وببدأ بتشكيل خليط كريمة القهوة على الوجه بهي الطريقة. طبعا ممكن تدهنوه دهن على الوجه، بس الأفضل إنكم تعتمدوا هالطريقة لحتى يطلع السطح كله بنفس المستوى وينضج كله بنفس الوقت. أي فراغات بتصير عندكم رجعوا عبوها. وهلأ صار القالب جاهز لنرجع ندخله على الفرن. منشغل فقط الوجه على نار كتير كتير خفيفة، بيحتاج من 13 ل 15 دقيقة بالفرن. كل شوي راقبوا لتشوفوا الوجه نشف تماما. بتطالعوه من الفرن وانتبهوا لا تحرقوا الوجه، خلوا هيك لونه بهالشكل. بتتركوه ليبرد وبعدين بتطالعوه من القالب. السطح بيكون كتير ناشف، لاحظوا كيف بيكون كمان مقرمش، والريحة ما بقدر أوصف، يعني عشاق القهوة رح يدمنوا هالكيكة. عن جد الريحة والطعم لا يوصف. عن جد هالكيكة بتشهي هشة وخفيفة لأبعد حد. هلأ فيكن تتركوها هيك على حالة وتقدموها، أو ممكن تزينوها هيك مثلي تزيين كتير كتير خفيف وبسيط، بس ما تغطوا كل الكيكة من فوق بالزينة لحتى تبقى مبينة هالطبقة المقرمشة. رح زين أنا بخطوط من زبدة اللوتس، ممكن انتو تزينوا كمان بنوتيلا أو بأي صوص انتو بتفضلوا بيكون بناسب هالكيكة. بعد ما زينت بخطوط من زبدة اللوتس رح أرجع أضيف حبات من هذا السكر
اللي بيجي هيك بشكل لولو، وكمان حبيبات من الشوكولا، وهيك بكفي تزيين خفيف ومرتب وبيليق بهالكيكة الفخمة. وهي قطعة من الكيكة، لاحظوا الهشاشة عن جد ولا غلطة، صدقوني مثل ما قلت لكم بتنافس كيكات الكافيهات، روعة وضروري تجربوها، كتير بسيطة وسهلة وسريعة ومضمونة 1,000,000%. كيكة الباباروتي من أفخم وألذ الكيكات قدمتها اليوم معكم، إن شاء الله الفيديو يكون مفيد ومختصر والخطوات كلها واضحة عنكم. بحبكم وبحب دائما أقدم لكم أطيب وألذ الوصفات، وانتو كمان يلا لا تنسوا تدعموني باشتراككم بالقناة وتفعيل الجرس ليوصلكم إشعار بكل الوصفات أول بأول. انشروا رابط القناة لتوصل لأكبر عدد والكل يستفيد، وهذا أكبر دعم ممكن تقدموا لي إذا كنتوا حابين المحتوى. يلا رح أختم معكم فيديو اليوم، كانت معكم شيف ريم، ما بقي علي إلا أتمنى لكم كل خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.